حبايبي ام اسلام، النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالمسقعه. رفعت لها انا وعيالي القبعه. بس قبل ما نبدا، يا رب تزور حبيبك النبي ويرزقك بكل اللي تتمناه، يا اللي تدوس لايك وتشترك في قناتي. هنقول بسم الله ونجيب طاسه، صينيه، اي حاجه تجيبيها، تحطي معلقه سمنه على شويه زيت، وزي ما اتعودنا بصلايه وقرن فلفل وفصين توم. بتشوحيهم كده شوية مع بعض كده، حاجة بسيطة على بال ما ريحة البصل بس تروح، عشان انا بحب الاكل زي ما احنا اتعودنا، اكل بسيط واكل من ايام قدماء المصريين، مفهوش اي تجديد، اكل تقليدي. المهم بتشوحيها كده حاجة بسيطة على بال ما اضرب القوطة في الكبة. طبعا ما بحطلهاش مية، بقطعها بعملها في الكبة كده عشان تبقى مركزة وما تاخدش وقت كتير، تغلي كده كتير يعني مع البصلة، فبحطها بتبقى مركزة وبتبقى حلوة وبتتسبك بسرعة. ما بتتسبكش يعني، بتاخد غلوتين كده وخلاص زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بحط معلقة كزبرة ناشفة. معلقة الكزبرة الناشفة دي بتخلي البصلة بتروح في حتة تانية، وريحتها بتلم البيت، وبتسأل الجيران انت حاطة ايه في البصلة، ريحتها فظيعة. المهم ادي الكزبره الناشفه اهي، والسحسه لو انت جبت الكزبره الناشفه حصى وحمصيها في البيت وطحنتيها انت بايدك، تبقى حاجه جميله جدا وحاجه نظيفه، لان بيطحنوها بره طبعا بطينها بعفشها. المهم بعد ما شوحناها هنضيف الطماطم زي ما احنا شايفين كده. شوفوا الطماطم مركزه ازاي، عشان ضربها في الكبه مش بحب اضربها في الخلاط، فبتبقى مركزه. بقلبها تقلبتين ونقطع البطاطستين اللي انتوا شايفينهم اللي حيلتنا. لقيتهم مركونين، قلت تعالوا لازم اعمل بكم اي حاجه. قطعتهم زي ما انتوا عايزين كده، عايزه تقطعها مكعبات، شرايح، دواير، حسب ايه الرغبه. انا قطعتها كده عشان البطاطستين عندي، البطاطستين اصلا كبار، فقسمتهم نصين وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. هقطعهم زي ما انتوا شايفين، هقلبها تقلبتين كده بس كده، تاخد بس غلوه كده مع الطماطم والفلفل والثوم والبصل. هنحط الشوربه وناخدها غلوتين كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بندخلها الفرن، بنعمل شوية رز محمر. بحب انا اعمل الرز اللي هو حباية وحباية، ما بعملش الرز اللي بشعرية الا لما يجيلنا ضيوف. بحب اعمله يعني ايه، كتأدية واجب كده، يعني ان انا مهتمية بيهم وبعمل لهم رز بشعرية. انما غير كده بنحب احنا الرز المحمر، عشان احنا اكلنا ايه تقليدي زي ما احنا اتفقنا، وخفيف ومش مكلف. فاهو زي ما انتم شايفين كده غرفنا اهو. ده الزيتون اللي انا عاملاه معاكم، كنت لسه اول مره اطلعه بس لقيته لسه ايه يعني مر شويه، فهدخله تاني في البطرمان، بس انا حبيت اوريه.